بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناة مواطن مصري ونسعد دايما بلقائكم. موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة هو الإدارة البريطانية. الإدارة البريطانية بتواجه تخبط كبير جدا، وفي ارتباك كامل في المشهد السياسي بالنسبة لبريطانيا. هنبص نلاقي ان من حوالي تقريبا 3-4 ايام كده خرجت علينا وكالات الانباء بنبأ سيء جدا. اعمال تحرش في الجيش البريطاني، في القوات البحرية وفي القوات الجوية. طبعا انا زي ما عودتكم انا ما بتكلمش كلام تقارير صحفية والكلام ده، لا، انا بجيب فيديوهات بتثبت الكلام اللي انا بقوله او بتوضح الكلام اللي انا بقوله. طبعا الموضوع ده عمل مشهد او عمل ارتباك كامل في المشهد السياسي بالنسبة للإدارة البريطانية، وخاصة ان رئيس الوزراء بتاعهم مع الأسف طبعا الواضح الارتباك الكامل اللي موجود في الإدارة في بريطانيا. طبعا كلكم عارفين طبعا جونسون مشي، جت بعديه تراس ما قعدتش 40 يوم ومشيت، جه ريتشي اللي هو الجديد رئيس الوزراء الجديد، وده لحد دلوقتي ما قدمش الميزانية بتاعته. طبعا كل الكلام ده على مضض، الشعب البريطاني صابر او ساكت على مضض، لان زي ما برضه هوري لحضراتكم دلوقتي قرابه نص الشعب البريطاني ما دفعش فواتير الكهرباء بقاله 3 شهور، مش قادر يدفع. خلونا نبتدي بس الاول واحده واحده ونتكلم على الفضيحه والكارثه اللي حصلت في القوات المسلحه البريطانيه. طبعا القوات المسلحه البريطانيه بالنسبه لسلاح البحريه، سلاح البحريه في الجزء اللي هو الخاص بالغواصات من سنه لحد سنه 2011 ما كانش في مجندات موجودين في سلاح البحريه البريطاني. هو طبعا هو بيقولوا عليه سلاح البحريه الملكي، لانه طبعا عشان احنا عارفين ان دولة بريطانيا ملك بيحكمها، يملك ولا يحكم. اللي بيحكم طبعا رئيس الوزراء او حكم نقول عليه برلماني. طبعا القوات المسلحة ابتدت من سنة 2011 لا تحط مجندات في البحرية البريطانية. طبعا من ظهر بقى عمليات تحرش في الغواصات، لان الغواصات لما بتطلع بره الميناء بتطلع مثلا في تدريب او بتقعد بالايام وممكن تصل لشهور، تمام. فبالتالي الغواصات بتبقى الموضوع فيها ان حته ان الرجاله اللي موجودين في الغواصات دول بيبعدوا كتير عن اهلهم وزويهم اللي موجودين. وطبعا معلش زي ما احنا عارفين البلاد الغربيه دي الموضوع العلاقات الحميميه دي ما هياش ثابته قوي، لان عندهم طبعا موضوع الدين ده مش واخد وضعه. فبالتالي بيحصل ان عادي جدا ممكن جدا واحد يحب واحدة ويخلف منها عيال من غير جواز، وبعدين بعد كده يبقى يفكروا في موضوع الجواز ده. طيب انا بس في الاول حابب ان انا اوري لحضراتكم الفيديو بتاع التحرش بتاع القوات البحرية، وكمان اوريكم الفيديو بتاع التحرش بتاع القوات الجوية. I'd said a number of times to various people, I'd rather be dead than going on this patrol.
pushed him off and said, no, that's no. And to be fair, he did immediately back off when I said no, but I was pretty shocked to find him getting into my bed. يعني زي ما حضراتكم شفتم كده، يعني حالة القهر والألم اللي فيه البنت من اللي حصل معاها. يعني أنا مش يعني لا تعليق، يعني مش هقدر أعلق على الكلام ده أكتر من كده يعني. يعني مع الأسف زي ما حضراتكم شفتوا كده في الجزء الأخير ده من الفيديو، إن الموضوع كمان داخل فيه قائد الغواصة. ليه؟ لأنه يعني محطوط لائحة إن لما تحصل تدريبات، لو الغواصة جنحت في حتة هتبقى في عمليات اغتصاب. يعني حاجة غريبة جدا يعني. أنا مش فاهم يعني. ومع ذلك طبعا هناك يعني لا حس ولا خبر. مع طبعا هتشوف حتى في اخر الفيديو هيقول لك احنا بنعمل تحقيقات يعني زي ما شفتم كده الوضع سيء طبعا. القائد القوات البحرية طالع يقول لك خلاص احنا هنعمل تحقيقات في الموضوع ده، وان ده موضوع مش ممنهج داخل الجيش البريطاني يعني، وانما احنا مش هنسكت على هذه الاخطاء. يعني انا مانيش فاهم يعني ايه مش هتسكت على هذه الاخطاء؟ ده المفروض الكلام ده كان اي ضابط يجي اسمه في هذا الموضوع يتوقف ويتم التحقيق معاه، لان دي مجنده واحده اتكلمت. يعني لو الباقيين اتكلموا اعتقد يعني ان كل القاده بتوع البحريه دول هيقعدوا في بيوتهم يعني. طيب هي البحريه بس؟ لا، ده القوات الجويه كمان. القوات الجويه اللي في بريطانيا نفس الكلام، بس كمان ده من قبل البحريه، يعني من قبل البحريه وفيها هذا الكلام. يعني لو كان اتخذ اجراء في مع الناس اللي حصل لهم تحرش او حصل منهم تحرش في القوات الجويه، ممكن ما كانش الكلام ده يتم في البحريه. ولكن طبعا ما حصلش حاجه خالص وما فيش اي مشكله. طيب عموما احنا هنشوف دلوقتي الفيديو التاني ونتكلم برضو عليه. يعني زي ما شفنا كده قائد الجيش البريطاني قال لك احنا رئاسة الأركان فتح التحقيق في الموضوع، وإن هنشوف وهنعمل وهنسوي والكلام ده كله. بس طبعا ما فيش حاجة خالص تمت. طبعا أنا بعرض لحضراتكم الكلام ده ليه؟ لأن بريطانيا حاليا بتواجه مشاكل كبيرة، مشاكل مقلقة.
والدليل على كده طبعا حته تغيير رؤساء الوزراء، يعني 3 رؤساء وزراء دلوقتي في اقل من 6 شهور، ده كلام عمره ما حصل في بريطانيا. طب تعالوا بقى للوضع الداخلي في بريطانيا. الوضع الداخلي في بريطانيا في منتهى السوء. ما هتقول لي معلش، خش على الانترنت كده بس وشوف كام اسره ما دفعتش فواتير الكهرباء بقالها 3 شهور، ما معهمش، مفيش، مش هندفع بمعنى ادق يعني. شوف موقف السلع الغذائيه، شوف موقف الغاز عندهم، داخلين على الشتاء دلوقتي وبيعملوا ايه؟ قالوا احنا خزنوا غاز. ده اوروبا كلها، الاتحاد الاوروبي كله قال لك احنا خزننا غاز، بس هنعمل ايه؟ هنبقى يعني نقطع الكهرباء كده كل يوم شويه. فاكرين الله يرحمه الاخ مرسي كان عامل فينا ايه؟ يقطع الكهرباء في اليوم 3-4 ساعات ونوزع، ده يتقطع عليه قد كده وده يتقطع عليه قد كده. وفرنسا وطوابير البنزين. طبعا انا يعني الكلام ده هتقولوا لي مثلا وانا مطبلاتي والكلام الفارغ ده، لا ابدا، خش على الانترنت وشوف ودور وابحث، يعني المفروض يعني ان احنا عندنا عقل بنفكر بيه يعني. المهم يعني، فطبعا الحاجات دي لما بتحصل مثلا رئيس الوزراء بقى، لان طبعا زي ما قلت لكم هو ده اللي بيحكم في انجلترا، الملك ده ما هو الا يعني ايه، يعني حاجه كده شرفيه، يعني منصب شرفي يعني. رئيس الوزراء يجي يعمل يقول لك طب خلاص بقى احنا نبتدي ايه، نشوف ايه، ندور على اخبار ونتكلم على بلاد تانية ونقول حقوق الانسان ونقول مش عارف ايه، نشغل الشعب في اي حاجه. احنا انا رئيس وزراء محترم ولسه مسيطر وبتكلم مع العالم كله في ان لازم الامور تمشي مظبوط. و ايه اللي يخلي المخابرات البريطانيه تشترك في العمليه بتاعت الجسر بتاع جزيره القرم بتاعت روسيا، ومش عارف ويشتركوا في تفجير خط الغاز بتاع نورد ستريم بتاع روسيا؟ يعني حاجه غريبه جدا يعني الكلام ده ممكن جدا يشعل حرب نوويه، لكن ما يعني الناس دي متخيله انها الكلام اللي بتقوله هو ده الصح وهو ده اللي لازم يمشي، وان احنا لازم نبقى مسيطرين ومهيمنين على العالم كله. طيب الاخ بقى ريتشي ده جاي هنا مصر وشايل معاه شنطه، الشنطه دي فيها ايه؟ علاء عبد الفتاح. طيب ايه قصه الاخ علاء عبد الفتاح ده عيل من العيال اللي كانت موجوده في 25 يناير، وكان مثلا ايه يعني يبقى فيه حظر تجول، لا هو ينزل يعني في الوقت اللي هو بتاع حظر التجول ده، اي حد يكلمه يقول له لا والله انا مش صوار، يعني ما حدش يقدر يمنعني ان انا اتجول. المهم يعني طبعا كان بيتقبض عليه وبعد كده يفرج عنه تحت ضغط طبعا ايه المتظاهرين السلميين وسجناء الرأي والكلام الفارغ اللي احنا كنا بنسمعه ده. طبعا في يوم من الايام حضرته نزل، ففي عسكري بيمنعه ان هو مجند يعني في القوات المسلحه، بيمنعه ان هو بيقول له لا ما في حظر تجول. لا، كل اللي حصل ان هو مسك فيه وخطف السلاح بتاعه. طبعا مع الاسف الجندي ده كان يعني ايه السلاح بتاعه ما فيهوش ذخيره، لكن لا انا متاكد انه لو كان في ذخيره كان طبعا ضربه بالنار على طول. المهم يعني خطف السلاح وحدفه فين؟ حدفه في النيل. تخيلوا هذا يعني. طبعا الكلام ده لو حصل في بريطانيا ولا في المانيا ولا في امريكا ولا الكلام الفارغ ده، قبل ما هيتحرك ده لو لما بيجي في امريكا يقول له ايه يقبضوا على شخص، بيركعوه يركع على الارض ويرفع ايديه لفوق وبعد كده ينام ويزحف ويحط ظهره. هجيب لكم فيديوهات بالكلام ده والله، يعني ما تقوليش ان انا مطبلات، هجيب لكم فيديوهات من امريكا ومن كل حته في العالم ومن تركيا ومن غيره، كله يقول لك ما تحركش ايدك، لو حركت ايدك يحرك ايده يقوموا ضاربينه بالنار على طول. اي حركه ان شاء الله يا رب، حتى عايز يهرش او يطلع منديل ولا يعمل اي حاجه، على طول ضرب بالنار على طول. وبعدين بعد كده يجيبوا بقى الراجل بتاع الشرطه ده يوقفوه في المحكمه، يقول والله اصل انا شفت حركه غريبه منه فخلاص براءه، يلا اتكل على الله. مش عايز اضيع وقتكم بقى اكتر من كده. انا يعني انا والله ليا وجهة نظر في هذا الموضوع. هو طبعا الاخ علاء عبد الفتاح ده مسجون بتهم جنائية
يعني التهم الجنائيه ديت يعني طبعا المفترض طبعا ان هو ما يخرجش غير لما يخلصها. يعني الجرائم اللي بيبقى عليها عفو هي الجرائم اللي هي ما هياش جنائيه، يعني ممكن جدا تبقى جنحه، تبقى بس انا والله ليا راي في هذا الموضوع. يعني انا شايف ان كل الناس، ان احنا يعني نفتح لكل الناس اللي عايزه تاخد جنسيه على بركه الله، تاخد جنسيه انجلترا، تاخد جنسيه امريكا، ان شاء الله رب تاخد جنسيه اسرائيل، في داهيه، وتتنازل عن الجنسيه المصريه وتروح بقى البلد اللي هي خدت الجنسيه بتاعتها دي هناك. لما يجي يخش مصر تاني، لا يا حبيبي لازم تاخد فيزا، لازم تاخد فيزا انك انت وما يتمش اعطاء فيزا للناس دي خالص، يعني يخليه بقى قاعد هناك. على فكره في معلش قبل ما اختم بس، في قصه كده حصلت. كان في واحد اسمه عمر عبد الرحمن، ده كان ضرير، بس هو كان شيخ وكان بيفتي الجماعات الارهابيه، مفتي الجماعات الارهابيه زي القرضاوي وغيره 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 وغيره. كان هنا موجود هنا في مصر، وبعدين حتى كان مشترك في القضيه بتاعه اغتيال الشهيد السادات. بس هو طلع براءه، لان هو المحامي بتاعه كان شاطر شويه يعني، وقال ده اعمى وما شاف، ما بيتكلمش، ما دام هو اعمى يبقى ما بيتكلم اي حاجه. فالمهم يعني في الاخر طلع براءه. طبعا بعد كده اتقبض عليه في قضايا تانية يعني، وبعدين امريكا قالت لك لا، الراجل ده سجين رأي، وبعدين ده راجل ضرير وما هيعمل ايه وبتاع والكلام ده كله، فما ينفعش، لازم يطلعوه من السجن. فطبعا حسني مبارك قال الله يرحمه يعني، قال لا ما يطلعش من السجن. يطلع من السجن ليه؟ ده راجل مدان. فقالوا له طيب خلاص احنا ايه، هنديله الجنسيه الامريكيه. قال له ماشي، يديله الجنسيه الامريكيه ويتنازل عن الجنسيه المصريه، وخدوه بس خلي بالكم ده ارهابي. طبعا ما ارهابي مين؟ ده امريكا بتاعت حقوق الانسان بتاعت الدنيا كلها، فيعني هم اللي عندهم التوكيل الحصري بتاع حقوق الانسان. خدوا الله بقى برضه هو كمان يعني يرحمه عمر عبد الرحمن ده، وخدوه هناك عندهم. مفيش، هي مش عارف بقى بتاع حوالي تقريبا يجي 5-6 شهور كده، وراح ايه مشارك في عمليه تفجير برج تجاري عندهم، والله حاجه كده يعني، جابوا ارض يعني. طبعا قبضوا عليه، حكموا عليه بالسجن مدى الحياه. وما تسالنيش بقى ايه اللي حصل بعد كده. اللي انا بقوله ده خش على الانترنت وشوف بس قصة الأخ عمر عبد الرحمن دوت، وإن هو سافر أمريكا. ولو لقيت فيه كلمة من اللي أنا بقولها دي فيها خطأ، يا ريت علق وقول لي لا أنت غلطان، واللي حصل كذا كذا كذا، وإن هو كان رايح هناك يجاهد في سبيل الله. ولكن طيب عموما أنا من رأيي، وده رأي أخير يعني، أرجو إن من الإدارة المصرية العالم يعني هقول ايه، بس استغفر الله العظيم يا رب، اللي زي دول يقعدوا يعملوا ايه؟ ده بيكلف في السجن، بيكلف يعني بياكل اكل، يعني المفروض ده يبقى من حق الشعب المصري. الاكل اللي بياكله في السجن ده ما ياكلوش، ده من حق الشعب المصري. هو قاعد هناك دلوقتي طبعا بياكل بيشرب نايم ببلاش، لا تاخدوا بريطانيا هناك تقعدوا عندها بقى، يقعد بقى يتزعم المعارضة هناك، يتزعم المعارضة المصرية وهم ياخدوه، مفيش مشاكل خالص. ونبقى نشوف بعد كده ايه اللي هيحصل، ونشوفكم في فيديو قريب بإذن الله. السلام عليكم.